قال الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي لكشف اليوم إن الحكم على رئيس حركة النهضة المعارضة راشد الغنوشي بسنة سجن هو استهداف سياسي بامتياز وفق تعبيره. وأضاف المكي أن أطوار القضية وقع الإجماع عليها أنها مفتعلة ولا تستوجب التوقيف أصلا، متهما ما أسماها بالسلطة القائمة بعدم قدرتها على إقناع المواطنين بإدارتها للبلاد، لذلك تسعى لتوظيف مثل هذه الأحكام للتغطية على أدائها غير المرضي بإسكات المعارضين وفق تعبيره. طبعا هذا استهداف سياسي. السيد راشد الغنوشي مثار ضده العديد من القضايا، وهذا استهداف سياسي في قضية أكدوا كل المحامين أنها لا تستحق الحكم أصلا ولا تستحق أن تقبل كقضية، فهمتني؟ وبالتالي لم نخرج على الاستهداف السياسي العام والشامل مهما تعدت الأسباب، لأنه السلطة القائمة اليوم ما عندهاش حلول للبلاد ولم تستطع أن تقنع، وقاعدة تتخلى عليها الرأي العام، يتخلى عليها، وبالتالي ما عندهاش حلول غير إسكات المعارضين.